انا ما كنتش عارف اصلا هبيع الليفه دي ازاي. يعني انا ما عنديش ما عنديش بلان. مش هكذب عليك. بس كان في حاجه انا شايفها ان في جاب في الماركت، ان كل الشاور يعني شاور تاولز او كل المنتجات اللي هي بتستخدم كلوفه هي كلها من البلاستيك. في طبعا التشاينيز لوفا ودي حلوه جدا كل حاجه، بس ممكن تستخدم بيها في الاطباق، لكن ما ينفعش تستخدمها على جسمك لان اتس فيري رف اند اتس فيري دراي، سكراتشي كده بتخربش يعني. وصعب ان انت ما بتمتصش الميه كويس. في بقى الفيتناميز لوفا دي بتبقى اصغر في الحجم، فالانتاج بتاعها بيبقى عندك كده منه كتير، فصعب ان انت تطلع منها موديلز معينه، فهم بيستخدموها يعني. فانا الكل ركزت عليه ان انا مش هقول طب يا جماعه ده في انا عندي حاجه جامده جدا، انا ممكن اقول لهم يا جماعه طب انا عندي حاجه مختلفه شويه، you wanna try it. بتعالج المشاكل في البرودكتس التانية اللي موجودة واللي مش عاجباك. بس انا ما قلتش ان الناس كلها ان الليف التاني فيه مشاكل. أو دي نقطة مهمة بقى، إن مش عشان تنجح لازم تطلع عيوب المنافس وتظبطها.